ال2 او 3 مليون او ال4 مليون اللي انا هروح النهارده اديهم للمقاولين، لا انا ممكن اعمل زي رايت تو دريم ياسين منصور. عمل ايه مع حفظ الالقاب؟ عمل ايه؟ عمل رايت تو دريم. رايت تو دريم دي المقر بتاعها في الدنمارك، وفي جنوب افريقيا. هو خد من جنوب افريقيا، خد فرنشايز من جنوب افريقيا فتحه في مصر. النهارده حضرتك بتتكلم بيحاول يجيب احسن مواهب في مصر، بيصرف عليهم، بيعلمهم بشكل جيد، بحيث ان هو النهارده لما يقدر يطور، لما يقدر يسفر لعيب لاوروبا يكون بيعرف يتكلم انجليزي كويس، يكون المنتاليتي بتاعته بشكل جيد. هو الاستثمار الخاطئ اللي النهارده هناخد النهارده انت بتقوله ده يعني يمكن عندنا امثله كتيره لعيبه سافرت بره عندنا وما عرفتش تتاقلم مع الثقافه بره. اخر حد طلع ورجع امام عاشور. ليه؟ لان النهارده العقليه بتاعتي مش قادره تستوعب. موهوبين كتير، مش قادره تستوعب. ما قعدش بره كتير، في لعيبه كتير لا ما قعدتش. محمد ابراهيم عندنا اعداد كبيره ونماذج كتيره. شيكابالا، لو شيكابالا كان بيتعلم كويس وهو صغير، شيكابالا كان زمانه بيلعب في ريال او برشلونه، لان الحقيقه العقليه فرقت مع شيكابالا بشكل كبير، لانه واحد من الموهوبين على مستوى القاره الافريقيه، مش مصر بس. أيوة، وعلى مستوى الوطن العربي الحقيقه يعني. فعايز اقول لحضرتك احنا النهارده الاستثمار، في ناس بتحقق الاستثمار بشكل جيد زي رايت تو دريم، زي ميدو دلوقتي بيحاول يعمل حاجه مدرسه داخليه، ويعمل ذا ميكر، ويعمل اكاديميه، ويعمل ناس، ويجيب مجموعه كويسه. وفي حاجه تانية عملها برضو غير جيده، اللي هي ايه؟ النهارده انا قمت مروج ان انا بعمل حاجه داخليه وفي نفس الوقت بعمل اكاديميات عشان افرز منها لعيبه. ده شق انا مش حابه قوي يعني، ده شق تسويقي او فلوس بس. انا النهارده عايز امشي في نفس الاستثمار بتاعي. بس انا عارف ان هو يعني هيعمل الكلام ده على الجمهوريات، على المحافظات كلها تقريبا. دكتور ماجد سامي عمل GMG، خرج منها عدد كبير جدا من اللعيبه بتلعب في الدوري المصري، منهم احمد سيد زيزو، محمد هلال، مرموش، عدد كبير من اللعيبه اللي خرجت من GMG الحقيقه عملها بشكل جيد. كان عامل مدرسه داخليه، وكانت اللعيبه بتتمرن في العين السخنه، وعمل كامب مغلق، وكان جايب مدربين اجانب بيمرنوهم. هو ده بقى التطوير الحقيقي، لما تجيب النهارده مدرب بشكل علمي، عنده العلم وعنده الممارسه، ده النهارده تقدر تطور لعيب الكوره. النهارده لما تصرف على لعيب الكوره تقدر تاخد منه، لان النهارده هو ده الاستثمار الحقيقي، انك تستثمر في لعيب الكوره نفسه. عشان اطور اللعيب لازم اطور المدرب. طبعا يعني طبعا. انا عايز اصرف يعني طبعا. استثمر في المدربين. طبعا يعني كل نادي طبعا عنده في الفريق الاول لعيبه على وشك الاعتزال. انا كنت بقول حاجه يا كابتن حسن، انا دايما كنت بقولها من سنين. النهارده انا عندي جوميز ده راجل جاي من البرتغال، عنده علم التدريب الحديث كله، راجل معاه على الاقل اليويفا ايه. فالنهارده هو راجل عنده علم كبير جدا. فانا النهارده اعمل ايه؟ اقول له والله في عقدك انت عندك ورشه عمل شهريه لتطوير المدربين بالنادي، واجيبه يقعد يحط سيستم التدريب وطرق التدريب الحديث، لان احنا بنمرن بشكل غلط. يعني انا لما بدرس في اليويفا سي درست حاجه غير اللي احنا كنا بنشتغلها خالص حقيقه يعني. فبالتالي النهارده لما الراجل يشتغل بشكل علمي، النهارده تشتغل التدريبات المرتبطه اللي تقدر تطور اللعيب في فتره زمنيه قليله، ده انت محتاج تشتغله. فلو اشتغلته النهارده جوميز يجي يحط الاستراتيجيه بتاعته، بحيث اللعيب اللي يطلع من ال 23 سنه او ال 21 سنه او الفرقه اللي تحت الدرجه الاولى يبقى مش محتاج انك تعلمه طرق اللعب بتاعتك او اسلوب اللعب بتاعك. بيلعب بنفس الطريقه، هو نفس الاسلوب ونفس الطريقه بيلعبوا تحت. فبالتالي لما يطلع فوق هيشتغل على النقط الفنيه اللي انت محتاجها منه. فبالتالي انت وفرت على نفسك مشوار كبير جدا. منتخبات كتيره ليها اسلوب معين. طبعا اي طبعا مجموعه بتتغير اسلوبها ثابت. طبعا البرازيل احسن منتخب في تاريخ الكوره، اسلوبه ثابت. يمشي اللعيب ده يبطل وتلاقي فيه 10 بيطلعوا احسن منه. يعني النهارده بيلعبوا بنفس السيستم ونفس اسلوب اللعب ونفس كل حاجه. يعني احنا النهارده عندنا رونالدينيو بطل، طلع عندنا بعد رونالدينيو روبن، وطلع عندنا فينيسيوس بيلعب في ريال مدريد، رودريجو بيلعب في ريال مدريد، لعيبه عظام بتلعب. يعني البرازيل حقيقه من الدول اللي بتستثمر بشكل جيد. النهارده الاستثمار احنا قلنا ان احنا الاستثمار لازم ننفق الاموال على اللعيبه، ما ناخدش فلوس من اللعيبه اللي تصلح ولا لا تصلح. اللعيبه دي لما بتطلع تلعب بره
ما هي بترجع فلوس لمصر. صحيح صحيح. فده برضه اقتصاد بيفيد الاقتصاد بتاعنا. ضرايب. انت الاقتصاد البرازيلي عايش على كرة القدم، على اللعيبه المحترفين، على كرة القدم. ضرايب بيدفعها اللاعب كل سنة للدولة عنده، بحيث ان هو يبقى موجود في الكرة في اوروبا في دول كبيرة. فبالتالي ده بيجلب ليك الاقتصاد بتاعك بيقوم بشكل جيد، يقدر يساعد في الاستثمار في الاقتصاد زيه زي السياحة بالظبط. هنطلع بقى او هنرجع للمشكلة الأولانية اللي هي انتقاء المواهب، وان المنتخبات ما فيهاش المواهب الكافية وفيها نواقص، ونخش على ان المنتخب الأول عنده مشكلة دلوقتي على حسب تصريحات كابتن حسام المدير الفني. هو بيواجه مشكلة وبيواجه بيها الناس. صحيح. فانت شايف الموضوع ازاي؟ كابتن حسام قال تصريح، والتصريح حقيقي، يعني هو مش تصريح مش حقيقي. يعني احنا لازم نبقى زي ما بيقولوا كده، نبقى نقعد كده مع نفسنا ونبقى في منتهى العدل. ما هو اول حاجه في النجاح ان انت تعترف باللي موجود عندك، بالمشاكل اللي موجوده. كيروش لما جه منتخب مصر قال اللعيبه ما تعرفش تسلم وتستلم. فانت عندك مشاكل في الاستلام والتسليم من سنين، من بعد جيل 2010. كل اللعيبه اللي طلعت بعد جيل 2010 كلها مش متاسسه. ليه؟ لان احنا لما حصل الفجوه طلع ناس كتير جدا على الرياضه المصريه ما لعبتش كوره، بقت مدربين من خلال العلاقات بينها وبين رؤساء الانديه، اعضاء مجلس ادارات، اتحاد الكوره، حاجات كتير جدا. فكل ده فرز وابرز الاسوأ ما فينا الحقيقه. فبالتالي انا شايف التصريح بتاع كابتن حسام حسن هو ليه شقين، شق حقيقي بس مش وقته. انا بقى شايف ان هو مش وقت التصريح ده، وخاصه ان انت عندك مباراتين مهمين جدا للنهائي لكاس العالم، لصعود لكاس العالم. عندك مباراتين مهمتين، وانت كمان يعني بتحاول تصادم اللعيبه اللي هتيجي من الدوري المصري. انت النهارده اللي بره بالظبط، اللي بره بيهرب منك، مش عايز يجي. يعني مرموش راح عمل عمليه، محمد صلاح مش هيجي لك، تريزيجيه مصاب، اللعيبه اللي انت بتعتمد عليهم بشكل جامد مش جايين. طب انت النهارده اللعيب اللي انت قلت عليه ما بيعرفش يلعب، وما بيعرفش، ما عندوش فكره عن الكوره، وده انا بروح المباراه ببقى نفسي اشوف لعيب بس بيعرف يباصي. فانت معنويا انت وقعت اللعيب اللي جاي لك. فانا شايف ان التصريح مش وقته، ولكن هي حقيقه، هي حقيقه احنا لابد ان احنا نشوفها. احنا بنشوف الفوارق بيننا وبين السنغال، شفنا الفوارق في اخر البطوله الافريقيه الاخيره، شفنا الفوارق اللي بيننا وبين المنتخبات. عندنا فوارق فنيه وبدنيه غير طبيعيه. النهارده احنا بنيجي للاسف بنيجي طول الوقت على محمد صلاح. محمد صلاح ما عندوش نفس العوامل اللي في اوروبا طبعا. يعني انا النهارده لما يبقى عندي واحد في اخر 7 سنين في الكوره احسن 5 لعيبه على مستوى العالم، فبالتالي انا شايف ان احنا بنظلمه. ليه؟ انا النهارده بلعب تحته باك رايت، معلش مع احترامي ليه يعني ضعيف. فبالتالي هو لا قادر يوصله، لا قادر يعمل معاه الروتيشن، لا قادر يعمل معاه. انت برضه يعني ما تظلمش محمد صلاح. محمد صلاح شوف ال10 لعيبه اللي بيلعبوا معاه بالظبط في النادي، بالظبط، وال10 لعيبه اللي بيلعبوا معاه في المنتخب، والتعليمات اللي بياخدها صلاح في ليفربول غير التعليمات اللي بياخدها في منتخب مصر. صلاح مطالب ان ينزل لحد 18 عشان ياخد الكرة، لان احنا ما عندناش حد، كل الفرق بتدافع على 18 بتاعتنا. فبالتالي لما محمد صلاح يرجع على 18 ويعمل سبرنت 80 متر عشان ياخد الكوره، لا عمره ما هيقدر يعمل كده، ولو عملها مره مش هيقدر يعملها على طول. فبالتالي احنا عندنا مشاكل كتيره جدا في اللعيبه اللي حوالين محمد صلاح. فاحنا عندنا مشاكل فعلا. المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي عدم انتقاء اللعيبه الجيده في البراعم والناشئين في مصر اثرت على المنتخب الاول، دي حقيقه. كابتن حسام حسن عنده حق وما عندوش حق ان هو يطلع تصريح مهم زي ده وخطير زي ده قبل مباراتين مهمتين للصعود لكأس العالم. فده ممكن يأثر بالسلب على اللعيبه، فده ممكن تأثر كتير علينا في التصفيات. اكيد. طيب هنخرج من كميه المشاكل اللي عندنا والدوشه اللي موجوده حوالين الرياضه، وعايزين نتكلم على الحدث الاهم. عندنا